أهلا بيكم متابعينا الأعزاء في كل يوم حدوتة. في البداية كده لو انت بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لو بتشوفنا على الفيسبوك أو التيك توك أو انستجرام ما تنساش تعمل فولو للأكاونت وسي فيرست عشان توصلك الحواديت كل يوم أول بأول. هيكون ميعادنا بشكل يومي الساعة 8. ويلا بينا نشوف الحدوتة النهاردة من فيلم ايه. يلا بينا ونكمل مع بعض حدوتة النهاردة من فيلم شركة المرعبين المحدودة، والحدوتة بعنوان فريق وشوشني وشلبي سلوفان. دخل مارد وشلبي عالم البشر بدون إذن، ووجد نفسيهما عالقين، والآن هما في حاجة إلى التفكير بسرعة. فقد قامت العميدة الأستاذة مفزعة رئيسة برنامج الرعب بجامعة المرعبين بفصل التيار الكهربي عن الباب الذي استخدماه، والآن لم يعد هناك سوى شيء واحد ليفعلاه. فقد كان يحتاجان إلى توليد طاقة من الصراخ تكفي لتشغيل الباب من جانب البشر. ومع وجود أفكار مارد وصرخة شلبي المرعبة، نجح الوحشان في أن يجعل البشر يصرخون بدون انقطاع. وفجأة أضاء النور الذي يوجد فوق الباب في مختبر التكنولوجيا بالجامعة، فقد ملأت صرخات البشر علبة الصراخ لحافتها، بل في الحقيقة ملأت جميع علب الصراخ في الغرفة. قالت العميدة مفزعة: مستحيل. في نفس الوقت الذي اندفع فيه مارد وشلبي من الباب، وسألتهما العميدة مفزعة وهي غير مصدقة: كيف فعلتما ذلك؟ ولكن مارد وشلبي لم يكن لديهما فرصة للإجابة، فقد اندفع عملاء وكالة استكشاف الأطفال للداخل وقادوا الاثنين للخارج، وتم طرد مارد وشلبي من الجامعة. ولكن لم تكن جميع الأخبار سيئة، فقد تم السماح لأصدقائهما في أزوما كابا بالانضمام لبرنامج الرعب كما وعدتهم العميدة، إذ فازوا في ألعاب الرعب. وقال لهم مارد: أنتم أكثر مجموعة وحوش مرعبة رأيتها في حياتي، لا تدعوا أي أحد يخبركم بغير ذلك. وتعانق الجميع، ثم ذهب مارد وشلبي في طريقهما. وسأل شلبي مارد: إذا ماذا نفعل الآن؟ فكر مارد للحظات ثم قال: لأول مرة في حياتي لا يكون لدي خطة. عندئذ ظهرت العميدة مفزعة ومعها نسخة من صحيفة الكلية، وكان مارد وشلبي على الصفحة الأولى. وأكدت العميدة قائلة: لقد فاجأتماني. كان من الواضح أنها أعجبت بمغامرة الرعب البطولية التي قام بها. ونظر مارد إلى الصحيفة، وكان يوجد بجوار الصورة إعلان يطلب عمالا لغرفة البريد بشركة المرعبين المحدودة. وفجأة أصبح لدى مارد خطة جديدة، وحصل الصديقان على وظيفة وأصبحا يعملان في غرفة البريد بشركة المرعبين المحدودة. وانطلق فريق وشوشني وسلوفان في الطريق إلى المستقبل. وتصبحوا على خير يا حلوين. لو عجبتك الحدوتة ما تنساش تكتب لنا رأيك في التعليقات وتعمل لايك وتعمل فولو للبيج وتشير الفيديو ده عندك لو عندك أطفال أو لأصحابك اللي عندهم أطفال، وتساعدني على إن المحتوى ينتشر. وأشوفكم في حدوتة جديدة، وهنبقى مع بعض إن شاء الله بشكل يومي في كل يوم حدوتة.